اي حاله هتعمل لها تقويم لازم تحدد السيفيريتي بتاعتها، لازم تحدد اذا كانت الحاله مايلد ولا مودريت ولا سيفير. ليه؟ لان السيفيريتي هتغير لك في التريتمنت بلان، هتغير لك في البايوميكانكس، هتغير لك في حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي هتغيرها لك هي التايم اوف تريتمنت. طب ازاي؟ تقويم الاسنان دايما بننصح اولياء الامور ان هم لو لاحظوا اي مشكله على اسنان اولادهم او الفكين ما يتاخروش، بحيث لو كان في مشكله في طريقها نتدخل عن طريق انترسبتيف تريتمنت، سواء كان دينتال او سكيليتال، المتمثل في الجروس موديفيكيشن. ولكن في بعض الاحيان التدخل ده مش هيبقى ليه اي معنى. بسبب ايه؟ بسبب السيفيريتي. طب ازاي؟ هقول لك مثالين، مثال دينتال ومثال سكيليتال. طب نقول المثال الدينتال. حاله جايه لك في الميكسد دنتيشن ستيج، خلعه مثلا الدي او الاي دي ماتيور. حاله زي دي هتقول هتعمل لها سميث مينتينر، ولكن لو كانت الحاله ديت في المستقبل هيبقى عندها سيفير كراودنج، فالحاله دي السبيس مينتينر مش هيبقى له اي معنى. ليه؟ لان الحاله دي كده كده هتبقى محتاجه كوركتيف تريتمنت. طب العمل ايه؟ الحاله دي هتتساب عادي خالص لغايه ما توصل بيرمننت دنتيشن ستيج، وفي الحاله دي بيتم التدخل عن طريق ان احنا نعالج المشكله كوركتيف تريتمنت. المثال الثاني سكيليتال. حاله جايه عندها ترو سكيليتال كلاس 3، بروترودد مانديبل، سيفير هاي انجل. حاله بالمواصفات دي كلها لو فضلت تعمل لها جروس موديفيكيشن لسنين، الموضوع ممكن تلاقي في الاخر لا يجدي اي نفع، فتكون تعبت نفسك وتعبت البيشنت، وهي في الاخر الحاله هتكون محتاجه اورثوجناستيك سيرجري. طب حاله زي دي ايه المطلوب مني ان انا اعملها؟ ان انا اعمل لها فولو اب لغايه ما يكتمل الجروس بتاعها تماما، وساعتها الكوركتيف تريتمنت هيبدا، واللي في الغالب هيكون متمثل في الاورثوجناستيك سيرجري. طب ايه اللي خلاني اقول حاجه زي كده؟ هنرجع لنقطه السيفيريتي، لان الحاله سيفير، ففي الحاله دي لازم هستنى لغايه ما الجروس يكتمل تماما، وبعد كده الحاله تبدا الكوركتيف تريتمنت بتاعها. يبقى زي ما قلنا اي حاله هتبداها لازم تحدد السيفيريتي بتاعتها. ليه؟ لان السيفيريتي تحكم.